حقل الغام. الغام؟ الغام هي كانت ناقصه الالغام. احنا في نهاية التسعينات بعد انفجار قنبلة الصعيدي، نتج عندها زي ما قلنا فيديوهات قبل كده صعود لتيمة الكوميديا على تيمة الدراما، وكمان صعود لجيل جديد بأفكار مختلفة وكوميديا جديدة كمان. حصل صراع ما بين الجيل القديم والجيل الجديد. الجيل القديم عاوز يفرض أفكاره، والجديد عاوز يتمسك بحقه في التعبير عن نفسه. صراع عامل زي اللي بيحصل ما بينك وبين أبوك، مش عاجبه أي حاجة بتعملها وشايفها وحشة ومش كويسة، مش شايفك تعبان زيه، مش عاجبه أغانيك، مش عاجبه لبسك، مش عاجبه شكل شعرك. فهنا تيجي قيمة فيلم زي عبود على الحدود للخص الصراع ده، وقرر زي ما مخرجه قرر ينضم للموجة الجديدة ويبرز معاناتها. بما ان القصيرون حول صعيدي في الجامعة الأمريكية، قليلون حول عبود على الحدود، فاحنا هنتكلم عن عبود على الحدود. بس في الأول أنا عبد الرحمن ودي بحب السيما. لا لحظة معلش، أنا ليه اللي بيتفرجوا عندي من غير اشتراك أكتر من 90%؟ ليه؟ اعمل اشتراك مش تخسر حاجة. تمام عملت؟ شكرا جدا. البداية في الفيلم ما كانتش بتعرف شخصية البطل، لا كانت بتعرف صراعه وخصمه. الصراع ده كان بادئ على الكتاب اللي بيكتبه الأب، اللي بيعبر فيه عن رحلته وإنجازاته في الحياة، وبيكتب عن الصعوبات اللي واجهته. كذا أثبت لنا التاريخ على مر السنين أن الجندي المصري هو خير أجناد الأرض، وإنه مخنوق من إهمال ابنه واستهتاره، إنه حتى مش محافظ على لبسه ولا هدومه وبيرميها في كل حتة، لدرجة إنه مفكر يرميها له من الشباك، كمحاولة منه إنه يحاول يعلم ابنه المحافظة على حاجاته. مفيش مرة يخرج من الشقة إلا لما يزبلها بالشكل ده. هو يا عبود حد يرمي البيجامة بتاعت ابنه؟ كان نفسي يبقى جواه. والطريقة اللي تقدم بيها الابن كانت برضه من أروع التقديمات للشخصيات. واقف في خمارة درجة تالتة بيغني ورا مطرب صوته مش حلو، مشاهد زي ما المطرب بيقول، ومش حافظ كلمتين. قلبي اللي انت نسيت اعملك الصبح وعمال تغني مساج وسكت لك. عشان برضه المخرج يوريك الصراع الأجيال دياتي في لقطة خفيفة ما بين المطرب والابن، من خلال إنه مثلا الشخص اللي متحكم فيه كبير في السن برضه مش فاهمه، لدرجة إنه حتى كان بيطلب منه ميكروفونات سماعها في الإنات. فلنات ايه؟ عاوزين ميكروفونات عشان بس تشوف الجاب اللي بين الأولاد والأبناء الفترة ديت. وعشان ما ينفعش يكون للجيل الصغير صوت، كان لازم عبود يطرد من المكان، حتى المكان اللي كان بيغني فيه ما كانش هو المطرب، كان كورال، وحتى ان كان خمارة درجة تالتة هو مش المفروض انه يعبر عن نفسه، هو هنا عشان يحقق نفسه بالطريقة اللي شايفها ابوه والناس اللي اكبر منه، هو هيمشي بدماغهم هم. طيب انا هربيك يا وليد. هات وليد. وليد هات وليد. كل ده كان لازم ينهي الحال بعبود عند ام عبير، واحلى سجارة تنام الاولاد حتى ابو صدر واسع لازم يقع معاه. المخدرات اللي استخدمها قبل كده الاستاذ نجيب محفوظ كمهرب للشعب من هزيمته في 67 في الفيلم العظيم صرصرة فوق النيل، هنا كانت مهرب لعبود واصدقائه من هزيمتهم قدام ابوه وقدام المغني في الكباريه، كل اللي بيقلد منه لمجرد انه مش عاوز يفهمه. اشرب يا اخويا، محدش واخد منها حاجه. كان في خناقه بتحصل بين عبود وابوه لما بيرجع البيت متاخر، فيها جمله ما قدرتش اعديها بصراحه. صاحب ابو عبود كان نايم عنده عبود في السرير، فبيسال ابوه هو ليه نايم عندي مش نايم عندك انت؟ فبيقول له انا مستحملش صحيره، حضرتك ده صاحبك انت مش صاحبي انا، اللي هو كان ابوه بيقول له مشاكلي انا مش هشيلها، هتشيلها انت، وفي الاخر هتكون ابن عاقل مش متربي، اللي هو عارفين انت ما عملتش حاجه بس ابوك شايفك سبب لكل مشاكل الدنيا لانك مش زيه. جنبك انت ليه يا بابا؟ انتوا من دور بعض. ما بقدرش استحمل شخيره يا عبود. بولعها وبشعللها كمان. انت ولد عاقل. بعد الايقان من والد عبود انه صعب يربيه بسبب اختلافات الحياه، قرر يوديه المكان اللي هو اخد منه المصدر الفخر والانجازات اللي عملها بتاعته اللي هو الجيش، وان كان الموضوع اصلا يستدعي لخيانته لمراته اللي ماتت وانه يتجوز بعدها، بس مفيش سبيل انه يربي ابنه على مزاجه غير الطريقه ديت. سامحيني يا امينه في اللي هعمله. الله يرحمك بقى. هو اصلا الاب مش حابب ابنه يحب بطريقه مختلفه، حتى لما صاحبته بترن عليه من عندها بيخليه في المكالمه بحجه ان فاتوره التليفون غاليه، يعني مش هو اللي متصل، حتى الحب عايز يعيشه بمزاجه وفي طريقته، اللي بالمناسبه طريقته مش لازم تكون صحيحه خالص. يعني مثلا هو كان بيوصف لابنه ازاي يكون خيال كويس، شد نفسك، انفخ صدرك، مع انهم اصلا راكبين على حمار. شد نفسك. انفخ صدرك. الخيالة دايما صدرهم قدام. يا عم انت فاكرني صلاح الدين الايوبي؟ انفخ صدرك. اللي هو نصايحك غلط في المكان الغلط، نصايحك ما ينفعش تكون هي القاعده، لان الصوره بتختلف من جيل لجيل، مش ثابته خالص. هو الجيل ده مش هيشوف خالص كده، هيشوف اللي في دماغه هو، بس برضه ما يمنعش انك ممكن تشوف محاولات من الجيل الاصغر للهروب من القيود اللي اتفرضت عليه. ممكن المحاولات دي ما يكونش مكتوب لها النجاح، والنتيجه ان يكون عبود انه يدخل الجيش، المدرسه اللي هيتعلم فيها ازاي يكون زي والده. انا معايا فلوس تاكس. والله يا بابا انا كان نفسي منى عين يدخل الجيش،
بس طب خلاص. مشاهد التدريبات على قد ما هي مضحكة ولذيذة بس فيها الفيلم أنا مش هينفع أعيش بطريقتك، مش هينفع أتربى بالطريقة اللي أنت اتعلمت بيها، أنا مش أنت، زمنك مختلف عن زمني، حاجات اللي مخصصة ليك مختلفة عن الحاجات اللي مخصصة ليا، أنا عبود مش عبده. بما إن أنا مش أنت ولا ينفع أكون أنت، كان لازم النهاية بتاعتي لما أمشي بدماغك تكون في عقل ألغام، أنا مش هعرف أتصرف فيه. احنا في حقل الغام. وبعدين ترجع لنا رمزية الحشيش كملجأ له تاني للهروب من الواقع والهزيمة بتاعته بس هنا ما نقدرش نلمسها عشان بدل ما نلاقي المهرب نرجع لحالة التوهان واللي كمان دلوقتي مش مسموح لنا نتوه، والرد هيكون ما ينفعش تتوه، لا انت قادر تواجه ولا ينفع تهرب ولا ينفع تتوه. شفنا عرموس ونلف سجارتين، محدش يمد يده على الارض. كنا تايهين يا فندم، مفيش في كاش حاجه اسمها تايهين. طب ايه اللي يخلي الجيل ده يرضى طالما مش قادر على المواجهة؟ ببساطة لانه ما عندوش حلم، ما عندوش مستقبل لغاية دلوقتي يفكر فيه. حلم صغير جدا، من كتر صغره ما بشوفوش، وفضل يصغر ويصغر لحد ما اختفى تماما. حتى المحاولات اللي بتحاول تفكره بانه بني ادم لازم يكون عنده كل ده بيرميها لانه مش قادر عليها، صراع داخلي وخارجي، فلازم ينهي واحد منهم، فلازم يكون اللي جواه لازم انا اللي اموت عشان ما ينفعش امشي وافكر في اي حاجه. بس مش ده اللي حصل، اللي جوايا عمره ما هموت لان هو الاقوى، انا الاقوى لان انا صاحب الزمن ده مش ابويا. انا الانتصار، لو ما كانش في حرب حقيقيه انتصر في معركه الحياه لاني كنت بخوض معركتين في نفس الوقت، وان كان انتصاري هو بالنسبه للكبير بس هيبقى بدايه تعليمي انا هنتصر لمين في الاخر؟ كوميسيون اهو، خد قدمه فين دلوقتي يا بابا؟ انا خلاص مش محتاجه. على فكره مش معنى حرب الجيلين ان في كره ليك ما بين الجيل الكبير والجيل الصغير، ده خالص. كلنا شفنا ابو عبود وهو قلقان عليه عشان يروح له بعد ما كانش كمل 10 ايام في الجيش عشان يديه الدعم، وانه حتى في الاخر جاب له الجواب عشان يخرجه من المكان، مع انه كان ممكن ينسى ويقول له انه راح الميعاد ويورط ابنه اكتر وقت. وحشني ده، انا ما نمتش طول الليل، مش عارف اللي عملته مع الواد عبود ده صح ولا غلط. على فكره بمناسبه اكتمال العظمه، عظمه فيلم زي عبود كانت في السنه اللي نزل فيها، كان في سنه 99 اخر نهايه القرن العشرين، واللي هيبدا بعدها القرن ال21 القرن الجديد اللي هيبقى اسرع بكتير. الفرق هيوسع بين الجيلين، الماضي هيبقى مظلم والتشتيتات هتكتر عن كونها مخدرات بس كده اكون انا خلصت. لو عندك حاجه برضه شفتها في الفيلم وحابب تتكلم عنها ممكن تكتبها في الكومنتات، لو عايز تتكلم على الفيلم جديد ممكن برضه تقول عليه في الكومنتات، وما تنساش اخواننا من صالح الدعاء، لو انت تقدر تتبرع طول التبرع هتكون في اول كومنت، ولو عجبك الفيديو لايك وشير، ولو حابب تسمعني تاني في فيديوهات قديمه وفي جديد لسه هينزل فاعمل اشتراك. بس كده، سلام.